الآن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وشمالي القدس ومستوطنات الضفة الغربية بإطلاق صاروخ من اليمن بحسب الجيش الإسرائيلي. تابع هذه الصور من تل أبيب قبل قليل مع سماع دوي صفارات الإنذار. الحزب اللبناني يبدأ عملية الثأر بإطلاق عدد هو الأضخم من الصواريخ البالستية والطائرات الانقضاضية باتجاه مقرات القيادة للجيش العبري. مقر الموساد الإسرائيلي يشتعل بالنيران، وأضخم الصواريخ اللبنانية تهاجم أكبر مطار في تل أبيب. حزب الله أطلق اليوم أكثر من 400 صاروخ، والحزب في بياناته الأخيرة يتحدث عن قصفه قاعدة دادو ب40 صاروخا للمرة الثانية. شن حزب الله هجوما صاروخيا على مواقع في شمال إسرائيل طالت القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي. نتنياهو يوجه أوامر عاجلة بفتح الملاجئ بكامل البلاد. العجوز الأمريكي يرتجف ويتخلى عن نتنياهو ويصرح: نحن لم نتدخل ونرفض كل ما جرى. القوات اليمنية تحرق المدمرات الأمريكية في البحر الأحمر، وهجوم يمني جديد يستهدف تل أبيب. طائرات شحن ضخمة تصل مطارات بيروت الدولية، والجيش العبري يهدد بحرق كامل للمطار. الرد اللبناني بدأ. أطلق الحزب اللبناني وابلا من الصواريخ على إسرائيل عقب الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي قال مسؤولون إسرائيليون إنه استهدف الأمين العام للحزب حسن نصر الله. واستهدف الحزب مدينة صفد التي تحتضن مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي. وأفادت الشرطة الإسرائيلية بوقوع أضرار مادية كبيرة جراء سقوط صواريخ في عدة مواقع حول المدينة. وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن امرأة أصيبت جراء سقوط صاروخ على المدينة. هذا وأعلن الحزب اللبناني قصف مستوطنة كابري قبالة الحدود الجنوبية للبنان بصواريخ فادي. وذكرت صحيفة معارف أن 75 صاروخا أطلق من لبنان باتجاه إسرائيل منذ الليلة الماضية. ومن جانبها أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق باتجاه مستوطنات الضفة الغربية دون تسجيل إصابات. ودوت صفارات الإنذار بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات الضفة بعمق 100 كيلومتر. وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في عشرات المواقع بالجليل الأعلى ووسط الجليل وشمال الجولان وفي خليج حيفا ومستوطنات شمال الضفة الغربية. وقالت صحيفة إسرائيل اليوم إن الحزب اللبناني أطلق أكثر من 30 صاروخا باتجاه صفد خلال ساعة واحدة. من جانبه أعلن الحزب في بيان له أنه استهدف مدينة صفد ومستوطنة كرمائيل ومستوطنة ساعر بصليات صاروخية كبيرة ردا على الاستهداف الأخير لأبرز قادة الحزب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش عزز حالة التأهب إلى الدرجة القصوى في جميع قطاعاته تحسبا لرد من الحزب اللبناني، كما حذر من هجمات محتملة على أهداف استراتيجية في البر والبحر. ونقلت القناة الثانية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل تتجه نحو الحرب الشاملة، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم فتح الملاجئ في جميع أنحاء إسرائيل. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن التقديرات تشير إلى نجاح عملية اغتيال حسن نصر الله. وفي بيانات لاحقة قال الجيش الإسرائيلي إن عملية استهداف قائد الحزب غاية في الأهمية ومن شأنها أن تغير شكل الشرق الأوسط. وأضاف أنه ستكون هناك أياما صعبة ومستعدون لسيناريوهات أخرى، مؤكدا أنه يتطلع إلى جميع الساحات بما فيها إيران والعراق واليمن. كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن استهداف قائد الحزب جاء بعد معلومات بعقد اجتماع قيادي في منشأة تحت الأرض. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين كبارا من الحزب اللبناني والحرس الثوري الإيراني كانوا في الموقع المستهدف. وقال مصدر مقرب من الحزب لوكالة رويترز أن الاتصال بقائدهم انقطع بعد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. بايدن يرتجف. أكد كبار المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم الرئيس جو بايدن أنه لم يكن لديهم علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي لاستهداف الأمين العام للحزب اللبناني، ونفوا أن تكون الولايات المتحدة قد شاركت في العملية، فيما صدرت توجيهات بتعديل وضع القوات الأمريكية في المنطقة. وقال بايدن أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بالهجوم على بيروت ولم تشارك فيه. وأضاف: نحتاج إلى مزيد من المعلومات وأنا قلق دائما من احتمال التصعيد. القوات اليمنية تهاجم برا وبحرا.
أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت فيها مدمرات حربية أمريكية ب23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة في البحر الأحمر. وقال المتحدث العسكري لجيش صنعاء يحيى السريع في بيان مصور إن جماعته نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت 3 مدمرات حربية أمريكية في البحر الأحمر أثناء توجهها لإسناد ودعم إسرائيل. وأشار السريع إلى تنفيذ العملية المشتركة بين القوة البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير ب23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة. وأضاف أن العملية أدت إلى إصابة المدمرات الأمريكية 3 إصابات مباشرة بحسب قوله. ولفت المتحدث العسكري إلى أن الهجوم تزامن مع عملية استهداف لعمق إسرائيل في يافا وعسقلان. نتنياهو يستهدف مطارات لبنان. هدد الجيش الإسرائيلي اليوم بإمكانية توجيه ضربات لمطار بيروت، وذلك على خلفية التصعيد مع الحزب اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه لن يسمح بنقل أسلحة إلى الحزب بأي طريقة، بما في ذلك عبر مطارات بيروت الدولية. وأضاف البيان: نحن نعلم بنقل الأسلحة الإيرانية إلى الحزب اللبناني ونقوم بإحباطها، حسب تعبيره. أعلن الجيش العبري رصد صاروخ أطلق من اليمن، وقال إنه تمكن من اعتراضه بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي آرو حسب زعمهم. عفوا، دعونا نكمل التقرير. وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 17 إسرائيليا أثناء هروبهم نحو الأماكن المحصنة، وأشارت إلى أن بعض الإصابات متوسطة. وفي السياق ذاته ذكرت إذاعة الجيش العبري أن أكثر من 2 مليون مستوطن اتجهوا للملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن ووصوله إلى وسط إسرائيل. واضطرت إدارة مطار بن غوريون الذي يقع قرب تل أبيب لإيقاف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات بعد تفعيل أنظمة الإنذار وفقا للإعلام الإسرائيلي. وأظهرت مشاهد عديدة توقف حركة السيارات في بعض الشوارع وهرولة الإسرائيليين إلى الأماكن المحصنة في تل أبيب عقب إطلاق صفارات الإنذار. وفي السياق ذاته أكد عضو المكتب السياسي للقوات اليمنية علي القحوم